السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا شيماء. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كوب كيك. هنعمله بالشوكولا وهنزينه بالفورماسيلا زي ما انتم شايفين والشوكولات شيبس. وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وكمان مش هتاخد مننا وقت، يعني هنعملها في 5 دقايق نكون خلصناها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين معايا في الاول بولة هضيف فيها كوباية دقيق. طبعا هبدأ انخلها. الكمية دي كلها عملناها من كوباية دقيق. هنخله كويس قوي، مهم جدا ان احنا ناخد دقيق. هضيف عليه كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر. كمان هضيف ظرف فانيليا. هضيف كمان معلقة كبيرة كاكاو خام طبعا. كمان معلقة خل. هضيف كمان نص كوب سكر. وهنضيف كمان ربع كوب زيت. مهم جدا ان احنا نستخدم نفس الكوباية في كل المكونات، نعاير بيها كل المكونات. ودلوقتي هضيف نص كوب لبن. وهبدأ اضيف كمان معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان او نسكافيه. وهبدأ اقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. هستمر في تقليبها لحد ما احصل على قوام مناسب. هنشوفه دلوقتي مع بعض. ولما السكر كمان يدوب والمكونات تتجانس بشكل كويس مع بعضها زي ما انتم شايفين، هو ده القوام المناسب. السكر ما بقاش له اي اثر. دلوقتي هجيب الكب كيك زي ما انتم شايفين وهحطه في صينيه او في قوالب الكب كيك المتوفر عندنا. وهجيب معلقه وهبدا اخد واحده واحده واحط فيها كميه بالشكل ده. هضيف فيها كميه مناسبه بحيث ان هي ما تقعش من الكب كيك، من القالب بتاع الكب كيك. وهخلص كل الكميه اللي موجوده معايا بنفس الطريقه. بلاش نملاها قوي، معلقتين كفايه قوي في كل واحده. هخلصها بالشكل ده. طبعا هو ده القوام المناسب جدا. خلاص كده انا خلصت كل الكميه اللي موجوده معايا. كده خلاص اللي خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا طبعا الفرن ولع من بدايه ما بدات اعمل كب كيك. فرن سخن طبعا. دلوقتي هدخلها فيه لمده تلت ساعه بالكتير، وهتستوي معانا وتبقى لحد ما نخبزها بشكل كويس. وطبعا هنختبرها بخلة سنان او اي حاجه متوفره عندنا او سكينه رفيعه. وهزينها الاول قبل ما ادخلها الفرن بالشكل ده زي ما انتم شايفين شوكليت شيبس. هتخلي شكلها جميل جدا. وهدخلها فرن سخن طبعا زي ما اتفقنا. وده الكب كيك بعد ما خرجته من الفرن زي ما انتم شايفين. شايفين ارتفاعها مناسب جدا جدا، ما خرجتش من كوبايه الكب كيك. هزينها بالفورماسيلا زي ما انتم شايفين. حقيقي وصفه لذيذه جدا جدا وريحتها حلوه جدا، كمان نسكافيه مديها نكهه حلوه قوي. ودي كانت وصفتنا النهارده. جربوها ويا رب تعجبكم.
ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.